بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني شعب مصر الأحرار، هذه الكلمة التي أوجهها إليكم تتكون من مسائل أو من نقاط لابد من هذا. النقطة الأولى موجهة إلى الأستاذ الفنان علي الحجار في نشيده البئيس الذي قال إحنا شعب وإنتوا شعب، قال فيه إحنا شعب وإنتوا شعب، رغم إن الرب واحد، لينا رب وليكوا رب. أنا أقول للأستاذ علي دعنا نتكلم في الرب أولا سبحانه عز وجل. كلامك يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول، رغم أن الرب واحد سنجعله اثنين، وهذا أنا لا أظنه فيك. لا أظن أن عاقلا يدعي وجود ربين، لأن الرب هو الخالق المدبر المصرف المحيي المميت. فلو تصورنا أن الكون له ربين، تصور مع هذا الأمر، واسمح لي أن أكلمك بالعامية. إن كان الربان متساويين في القوة، فكل منهما عاجز عن تدبير أمر الكون، لأن الآخر مساو له في القوة ولا يمكن أن يكون متطابقا معه من كل وجه، وإلا لكان ربا واحدا ولا معنى لوجود ربين. إن كان الربان كما هو وارد في الاحتمال الأول لكلامك، إن كان الربان متساويين في القوة ومتطابقين من كل وجه، يبقى ما معنى أن يكون للكون ربان؟ لا يتصور هذا. إن كان متساويين في القوة، فكل منهما عاجز عن إنفاذ إرادته على الآخر، فكل منهما عاجز، وهذا لا يتصور. تصور مثلا قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لما يكون رب عايز الشمس تطلع من المشرق، والرب الآخر يريد أن تطلع الشمس من المغرب، كيف يستقيم أمر هذا الكون؟ وكل منهما مساو للآخر في القوة. هذا هو الفرض، أن كل واحد منهما مساو للآخر في القوة بالضبط. ولذلك يقول الله عز وجل: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وإن كان أحدهما أقوى من الآخر ويستطيع أن ينفذ إرادته، فهذا هو الرب الحق. ونحن نؤمن بأن خالق هذا الكون رب العالمين، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وإن كان المعنى الآخر لكلامك، رغم أن الرب واحد، لينا رب وليكوا رب، يعني تصورنا عن الرب يخالف تصوركم عن الرب، فاسمح لي أن أشرح لك تصوري عن الرب. وهذا ليس تصورا محض خيال، وإنما هو من كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا رب العالمين خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الذي أحسن كل شيء خلقه، هكذا قال في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. حط تحت دي خط: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. فربنا عز وجل لا شريك له في ملكه، وينبغي أن نحمده على هذا. وربنا عز وجل موصوف بأوصاف الجلال والكمال، له الكمال والجلال في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأمرنا أن نحمده على هذا في أواخر الإسراء، في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكبره تكبيرا تدل على الشاطر الثاني من كلامي أن الله عز وجل الذي خلق كل شيء موصوف بصفات الجلال والكمال، ليس كمثله شيء. هذا في كتاب الله أستاذ علي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد. أظن أن الأمة جميعا تحفظ هذه السورة، والله ما عدت أظن هذا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأنت لما تقول الله أكبر هذه كلمة ليست خاوية أو فارغة المعنى. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل تصور. مهما تصورت عن الله عز وجل فهو أعلى من هذا بكثير. فهذا رب العالمين، ربي وربك ورب آبائنا الأولين ورب كل شيء. يا أستاذ علي لا تقل لينا رب وليك رب. أنا أظن أنك دخلت في السن الحرجة، أعني وصلت إلى 60 أو تجاوزت. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، فلتخش على نفسك من سوء الخاتمة. رب العالمين هذا سبحانه وتعالى أنزل إلينا رسولا وأرسل إلينا رسولا وأنزل إلينا كتابا سبحانه وتعالى. في هذا الكتاب ما يريده منا، أحل أشياء وحرم أشياء وفرض أشياء. لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى هذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن شهد منكم الشهر فليصم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنحن مأمورون بهذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه فروض مما فرض الله عز وجل علينا. وربنا رب العالمين، مش لينا رب وليك ورب. إن كنت تقصد أن ربك أو تصورك عن الرب أنه أطلق لك العنان وأعطاك الحرية أن تفعل أي شيء وهو غفور رحيم، هذا تصور في منتهى الخطر، في منتهى الخطورة. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نحن نتكلم عن الرب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. رب العالمين يا أستاذ علي هو الذي قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رب العالمين هو الذي قال وقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. سأقرأ عليك هذه الآيات وتدبرها من سورة الإسراء. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم وعهدناكم تقولون عنا أننا تجار أديان يعني الإخلاص من سماتكم أنتم فقط أما نحن فإن تكلمنا في الدين فنحن نتاجر بالدين. يا رجل اعقلوا قبل أن يأتيكم ملك الموت. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ربنا رب العالمين يا أستاذ علي هو الذي قال في كتابه العزيز حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. وهو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن يا أستاذ علي هي أوامر ونواهي لرب العالمين. رب العالمين لم يخلقنا هكذا ويتركنا هملا أو سدى أبدا إنما خلقنا وأوجدنا في هذه الأرض للامتحان. نحن في فترة امتحان يا أستاذ علي. في كتاب رب العالمين الذي أنزله هو الذي قال فيه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. يبقى خلق السماوات والأرض لأجل الابتلاء وزين الأرض. قال في الآية الأولى في سورة هود قال في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال في سورة الملك وهو الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الإنسان التي سماها باسمنا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فنحن في فترة الاختبار يا أستاذ علي. هل تتصور وإحنا في المدرسة زمان في طالب بيقرأ كتاب الجغرافيا وكتاب الكيمياء العلوم، وطالب تاني فاتح الكتاب وحاطط في قلب الكتاب قصة لطرزان أو أرسيل لوبين أو ما إلى ذلك. طالب مجد بيحضر في المدرسة، وطالب بينط من على السور ويروح يحضر في السينمات والأفلام وما إلى ذلك. هل يستويان؟ تعال المجال الوظائف، موظف بيشتغل ويكد ويكدح، وموظف آخر مهرج وبيلعب وبينط من على السور هو كمان، وبعدين الاثنين صار في مرتبة واحدة، حصل على ترقية. أليس هذا محبطا للموظف الأول؟ يقول لك طب أنا أشتغل ليه بقى؟ بالمهرجين ما بيشتغلوش هم وبياخدوا زي ما أنا باخد. فما بالك بقى لو إن الموظف اللي بيشتغل ما ترقاش واللعبي هو اللي ترقى. هل تقبل هذا؟ اسمع معي كده إلى قول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. يعني الظل يبقى زي الحر. الأعمى لا يمكن أن يكون كالبصير ذي العينين، الظلمة لا يمكن أن تكون كالنور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور هؤلاء لا يستوون. راجع قول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أنتم لا ترضون هذا في حياتكم الدنيا فكيف ترضونه على ربكم عز وجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم في غاية السوء، أن الذين اجترحوا السيئات يجعلهم الله عز وجل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بالتساوي محياهم ومماتهم. هذا أمر لا يتصور في حق رب العالمين أستاذ علي الملك العدل. فكيف تقول لينا رب رغم أن الرب واحد؟ لينا رب وليكوا رب. هذه أنشودة ألقاها الشيطان، وأعني بالشيطان هنا شيطان الإنس الذي كتب هذه الكلمات، وأنت رددت هذه الكلمات ولم تلتفت إلى معناها. أنا أقول لم تلتفت إلى معناها إحسانا للظن بك، لأن المعنى خطير. إن كنت تعول على أن الله عز وجل غفور رحيم، هذا من الغفلة الشديدة، وربنا مش على مزاجك، لا. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنا أكلمك بالقرآن، لا أتصور أن أكلمك بغير القرآن وأن تسبك عليه. راجع كتاب الله عز وجل، ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح، لن تجد غير هذا. هم أهل الإيمان والعمل الصالح. وسمعت شاعرا يقول: هؤلاء يعتبرون أن العبوسة عبودية، وأنا أحب الضحك وأحب الدنيا، يهتف باسم الدنيا. الدنيا يا أستاذ نحن جبلنا جميعا على محبة الدنيا. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما: يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. هو بيعجز وجلده بيكرمش ومفاصله بتفك، ويشب معه اثنتان في منتهى القوة. كل ما يعجز ويضعف كلما ازدادت هاتان القوتان شبابا.
يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: حب المال وطول العمر. فكلنا نحب الدنيا. حتى لما تكلموا عن الأمل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإنسان مفطور على هذا، على الأمل، بدلالة هذا الحديث. إذن ما دام مفطورا على هذا لا يكلف بإزالته، فيكون المذموم الاسترسال مع الأمل بحيث ينسي الآخرة. خدت بالك؟ يبقى حب الدنيا ده قال: وفي الأمل سر لطيف، فلولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه بأن يشرع في أمر من أمور الدنيا. ما تهنى أحد بعيش. فنحن نحب الدنيا، لكن هل حب الدنيا يطغى على أمر الآخرة؟ هذه هي المشكلة. هذه هي المشكلة. شوف في الأثر، أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر علق البخاري جزءا منه، وهو رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه. أنا طبعا بأذكر هذا ليراجع من شاء، عشان لا نتكلم بكلام على عواهنه. أن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى. خلي بالك يا أستاذ علي، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فينسي الآخرة، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لكن أنا أريد أن أقول لك لا تجعل الدنيا تصدك عن الآخرة وتجعل فكرتك عن الإله الرب عز وجل هذه الفكرة السخيفة. تذكر كلام الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. المسألة مش اللي انت بتظنه، لا، ربنا أرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا، الحساب سيكون على أساس هذا الكتاب، هذا الكتاب المبارك المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب. ما تقوليش بقى أنا قلب هنا، القلب هنا 100 أبيض، ما دام هنا أبيض وبر الوالدين يبقى خلاص. لا، ده في ظنك وفي زعمك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن ناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا كنا نحسن الظن بالله، سيقولون هذا في الآخرة لما بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كنا نحسن الظن بالله. قال الحسن: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مش انت ربك عمال سبحانه وتعالى يقول: إن الله شديد العقاب، إن الله لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تقول خلاص أنا هاخد كلمة الغفور رحيم وسريع العقاب دي؟ لا، إزاي؟ فأنا أرجو منك ومن مؤلف هذا النشيد ومن ملحنه ومن الكورس الذي غنى كلاما يعني ذكرني بالببغاء الذي تقول له أبوك الساقة مات يقوم يرد، والناس تضحك ليه؟ لأنه يتكلم كلاما لا يعرف أبعاده ولا مراميه. فأنا أربأ بكم جميعا أن تكونوا هكذا، لا تقترب من جناب الرب عز وجل. وأما قولك إحنا شعب وأنتم شعب، ما هي مقومات شعبك وما هي مقومات شعبنا ما دمت قد وضعت هذا التقسيم؟ أنا لا أسأل المؤلف بقدر ما أسألك أنت الذي أظهرته في العلن،
فما هي مقومات وخصائص شعبكم ومقومات وخصائص شعبنا؟ هل تنكرون علينا أننا نطيع ربنا أو نحاول أن نطيع ربنا عز وجل؟ نحاول، وإن أخطأنا استغفرنا وتبنا، ونظل نحاول هكذا، ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يسامحنا وأن يمن علينا بتوبة نصوح. ما الذي تنكرونه علينا؟ نحن ما فعلنا هذا معكم يا جماعة. أول ما قامت الثورة قلنا يا ناس يا هوب، هذا الشعب ينقسم إلى مسلمين وغير مسلمين من النصارى، والنصارى لن نقول الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وما إلى ذلك. ديننا إن كنا حريصين على النجاة في الآخرة فديننا يحتم علينا أن نؤدي إليهم حقوقهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يدفعنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ومن اللي صد النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام؟ المشركون. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا في حينها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقلنا إذا كان المسلم حراما دمه وماله وعرضه فكذلك الكتابي. روى الإمام أبو داود عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته، حتى لو أجير عندك أو لا تستغل فقره في أن تحمله ما لا يطيق من العمل. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. مش هيشم ريحة الجنة اللي بتتشم على بعد 40 سنة. فقلنا إن هذا دين لنا لا نستطيع وكنا نقوم من عنده خلل في أي نقطة من النقاط. ما حاولنا أبدا أن نقول ما قلته يا أستاذ علي إحنا شعب وأنتوا شعب. إيه خصائص شعب؟ ما هي خصائص شعبك وما هي خصائص الشعب الآخر؟ إحنا مين وإنتوا مين؟ إحنا جميعا الشعب المصري. أنت بتقول إحنا، إنتوا مين؟ إنتوا مين؟ حدد لي. وإنتوا مين تقصد بإنتوا؟ إن كان الكلام المربي لينا رب وليكوا رب يبقى راجع النقطة الأولى يا أستاذ علي. أساسا لا ينبغي لأحد من الأمة أن يقسم الناس الأمة الواحدة أو الشعب الواحد إلى شعبين بهذه الطريقة، وهذه سنة سيئة سنها عبد الفتاح السيسي وسيحاسب عليها يوم القيامة. هذه نقطة أولى.